في حل هذا التمرين. في سؤاله الأول يتعلق الأمر بتبرير أن المعادلة المعطاة هي معادلة ديكارتية لمستوي. أما في السؤال الثاني نحاول من خلال المعادلة الديكارتية نحاول أن نصل إلى تمثيلا وسيطيا للمستوي P. أولا نبدأ بالسؤال الأول. تبرير أن y يساوي 2x زائد 1 هي معادلة لمستوي. إذا نعلم أن كل مستوى له معادلة من الشكل ax زائد by زائد cz زائد d يساوي صفر. والمعادلة هذه المعطاة يمكن تحويلها إلى هذا الشكل كما يلي. لدينا y تساوي 2x زائد 1 تكافئ 2x ناقص y زائد صفر في زاد ناقص 1 يساوي صفر. 2x زائد 1 2x ننقل y يصبح ناقص y زاد غير موجود يمكن أن يعوض بصفر زائد يساوي 1. أي نكون قد وصلنا إلى تبيين أن المعادلة المعطاة تكتب على هذا الشكل. ومنه y يساوي 2x زائد 1 هي معادلة للمستوي الذي يشمل النقطة، ونختار نقطة نرمز إليها بالحرف A تحقق معادلة هذا المستوي، أي تحقق هذه المعادلة. مثلا إذا اخترنا x يساوي صفر في المعادلة نجد y يساوي 1. أما زاد فنختاره كما نريد لأن صفر في زاد، مثلا نختار زاد يساوي 1. إذا هذا المستوي يشمل النقطة A 0 1 1 لأنها تحقق هذه المعادلة، و n 2 ناقص 1 0 ناظمي له. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. نكون قد بررنا أن هذه المعادلة هي فعلا معادلة لمستوي بذكر شعاع ناظم له وبذكر نقطة منه. نكون قد انتهينا. يبقى لنا السؤال الثاني هذا، وهو تعيين شعاعي توجيه للمستوي هذا للمستوي P. إذا اعتبرنا المستوي P عندنا النقطة A يكفي أن نختار نقطتين B و C من هذا المستوي بحيث الشعاعين AB AC يكونوا شعاعين غير مرتبطين خطيا. ولدينا الشعاع الناظمي N الذي رمز له ب N. يبقى الآن من أجل الحصول على شعاعي التوجيه اللي هما AB AC يبقى أن نبحث عن نقطتين B و C من المستوي. طبعا شريطة أن يكون الشعاعان AB AC غير مرتبطين خطيا. نأخذ مثلا عندنا المعادلة y تساوي 2x زائد 1. نأخذ مثلا النقطة B بتعويض مثلا B ب1 في المعادلة. 2 في 1 زائد 1 يصبح y يساوي 3، وزد غير موجود صفر في زاد، مثلا نختار زاد يساوي 0. نختار النقطة C مثلا بتعويض في المعادلة x 0 يصبح y يساوي 1، ومثلا نختار c يساوي أو زاد يساوي 2 لأنه 0 في زاد.
الآن يبقى التأكد من أن الشعاعين AB AC بهذا الاختيار هما شعاعان غير مرتبطين خطيا. إذا بدأنا بالشعاع AB ثم الشعاع AC، علما أن النقطة A اللي كانت موجودة عندنا هي 0 1 1. إذا بدأنا بشعاع AB عندنا 1 ناقص 0 يصبح 1، 3 ناقص 1 2، وأخيرا 0 ناقص 1 ناقص 1. بالنسبة إلى شعاع AC 0 ناقص 0 يصبح 0، 1 ناقص 1 يصبح أيضا 0، وأخيرا 2 ناقص 1 يصبح 1. تلاحظون أن الشعاعين المحصل عليهما AB AC بهذا الاختيار هما فعلا شعاعان غير مرتبطين خطيا نتيجة لأن المركبات غير متناسبة. إذا المركبات غير متناسبة. إذا شئتم نكتب مثلا 0 على 1 على 2 يختلف مثلا على 1 على ناقص 1، ومنه AB AC غير مرتبطين خطيا. هكذا يبقى لنا الآن استنتاج، أي AB وAC شعاعا توجيه للمستوي P. يبقى لنا الآن استنتاج تمثيلا وسطيا للمستوي P. نستنتج تمثيلا وسطيا للمستوي P. أذكر بمسألة التمثيل الوسيطي. عندنا الشعاعين AB وAC الغير مرتبطين خطيا. كلما اخترتم نقطة M من المستوي يمكن التعبير عن الشعاع AM التعبير عنه بدلالة شعاعي التوجيه AB AC. إذا M X Y Z تنتمي للمستوي، معناه أن AM يساوي ألفا في AB زائد بيتا في AC، حيث الألفا عدد حقيقي وبيتا عدد أيضا حقيقي. ويبقى كما يعلم الجميع تساوي بين شعاعين يؤدي إلى تساوي المركبات للوصول إلى التمثيل الوسيطي. فنحصل على الجملة التالية كما يعلم الجميع: x يساوي y يساوي z يساوي، عندنا الألفا زائد بيتا زائد x a، ثم ألفا زائد بيتا زائد y a، وأخيرا ألفا زائد بيتا أيضا زائد z a.